أدرك جيداً بأن الصلاحيات ضعيفة والأدوات البرلمانية محدودة، ولكن ليست مهمة البرلماني أن يخضع لتلك الأدوات والصلاحيات فقط، بل عليه وباستمرار أن يحسن من شروط العمل البرلماني، وأن يستغل كل الأساليب الممكنة من أجل أن يحقق أكبر المكاسب للمواطنين والوطن مهما كان المشهد محبطاً. هناك دائماً مساحات يمكن التحرك فيها، مساحات يمكن أن نشعل من خلالها الأمل بدلاً من الاستسلام للواقع، لنزرع الأمل بالمشاركة الواعية واختيار المرشح الأكفأ الذي يمتلك رؤية وموقف، رؤية سياسية واعية وموقف برلماني شجاع. المرشح عن الدائرة